السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم في قناة عالم بديعة للطبخ والوصفات. اليوم إن شاء الله قدمت معكم الغديوة ديالي اللحيمة بالسفرجل. درت المايقة وخضرت اللحيمة خضرتها بالسفرجل. كيف ما عارفين دابا راه الوقت ديال السفرجل كاين تبارك الله موجود، وكنستغلو اي خضره يعني في الموسم ديالها كنستغلوها. غادي ندوزو باش نوجدو المريقه ديالنا. عندي هنايا اللحم ديال البقري، يعني نديرو اللحم بقري او الغنمي بحال بحال. عندي هنايا واحد البصيله كبيره مشلضه، واحد الربطه ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي الملح، البزار، الخرقوم، القرفه مطحونه، عويد ديال القرفه، سكينجبير. عندي شويه ديال التوابل ديال اللحم، عندي القزبر يابس مطحون. وهنايا السفرجل، بطبيعه الحال السفرجل تيبقى على حساب افراد الاسره، يعني تكثروا او تنقصوا على حساب افراد ديال الاسره. هو السفرجل واللحم. اول حاجه غادي نديرو هي غادي نديرو السفرجل يطيب. غادي نغسلوه كيف ما كتعرفوا السفرجل خصو يتغسل مزيان، نحيدو منه ديك الصوفه اللي كتكون منه الفوق، يعني تيتحك مزيان. نغسلوه وكنقسموه على 4 وكنحيدو منه داك الداخل ديالو، وكنديرو في واحد الكاسرونه يكون فيها الماء. وبطبيعه الحال هذاك الماء راه درت فيه انا واحد شويه ديال الملحه. يعني ملي غادي نبغيو نعسلو السفرجل ضروري تندير واحد شويه ديال الملحه باش يجينا المذاق زوين. صافي، هنايا بديت كنقي في السفرجل كما كتلاحظوا، كنحيد ليه من الداخل ديالو هذيك اللي كتكون فيه، وكنقطعو بحال هكا باش يدخلوا الطياب من الفوق. صافي غادي نديرها في هذاك الماء. غنبدا نقيهم نقيهم ونديرهم في الكاسرونه. عفوا. صافي، هنايا من بعد ما نقي السفرجل كامل اللي عندي، نقيتو حيت ليه هذيك من الداخل كيف ما كتلاحظوا، يعني خصو يكون مغسول مزيان. غادي ندير واحد 2 عويدات ديال القرفه، صافي، وغادي نخليه يطيب. نخليه يطيب، يعني نسبقو هو الاول، نخليه يطيب حتى يقرب يطيب. هذيك الساعه غادي نعسلو. صافي، انا السفرجل خليته يطيب. دابا غادي ندوزو باش نوجدو المريقه. غادي نشدو الكوكوط، غادي نديرو فيها البصله. يعني اول حاجه هي البصله. بالنسبه لهاد الطبق ديال اللحم بالسفرجل راه كلشي تبارك الله كيعرفو، غير انايا درتو الغدا وبغيت نشاركو معكم. هنا خديت البصله كيف ما قلت لكم هي الاولى، عاد غادي نضيف اللحم. قياس ديال اللحم راه تيبقى كيف ما قلت لكم، يعني على حساب افراد الاسره. غادي ندير التوابل، ندير واحد نص كاس ديال الماء غير فين غادي تقلى لينا هذاك اللحم، وغادي نزيد التوابل. بطبيعه الحال ما غاديش ندير دابا الزيت، نخليه حتى يتقلى، عاد غادي ندير الزيت. التوابل غنديرها كامله. صافي، ودابا غادي نديه باش يتقلى. نشعل عليه البوطه ونخليه يتقلى على خاطر. هنا راه شعلت عليه البوطه، غادي نخليه يتقلى. كيف ما قلت لكم الزيت ما غاديش نديرها دابا. وانا السفرجل راه كيطيب. انايا من بعد ما تقلى ليا اللحم، يعني وبقيت نقلب فيه، ضفت ليه هذيك يعني الربيطه ديال القزبر والمعدنوس. غادي نضيف ليه دابا الزيت بخلطه ما بين الزيت روميه وزيت بلديه، يعني كنخلطو ما بيناتهم. صافي، وغادي نضيف ليه الماء ونسد عليه. انا غادي نضيف ليه الماء يعني في الجنب، ما غاديش نضيفو فوق اللحم.
وغادي نسد عليه ونخليه يطيب. هنا راه زدت شويه ديال الماء، غير لانني غادي نهز هاد من الماء ديال هاد المريقه هادي، وغادي نضيفها للسفرجل باش يعطينا يكون السفرجل يكون فيه المذاق زوين. صافي غادي نسد عليه ونخليه يطيب على خاطرو، نقص عليه ونخليه يطيب. هنايا السفرجل راه بدا كيدخلو الطياب، يعني دابا غادي نعسلو. غادي نقص منه هاد الماء هذا اللي درت فيه، هاد الماء هذا اللي كان فيه راه نقص منه وضفت ليه جوج ديال المغارف ديال المريقه اللي في الكوكوط. هاد الطريقه هذه كتخلي السفرجل كيجينا المذاق ديالو لذيذ، تيجينا زوين، يعني ما تيجيناش باسل. وغادي نضيف واحد شويه ديال الزبده، تقريبا واحد نص معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف القرفه مطحونه. بالنسبه للسنيده يعني السكر، بالنسبه لي انا درت غير معلقه صغيره، نتوما تقدروا ديروا معلقه كبيره عامره. انا ما كيعجبنيش يعني السفرجل يكون حلو بزاف، ما يعني تعجبنيش الحلاوه بزاف، درت غير معلقه صغيره. هنايا خديت تقريبا واحد نص كاس ديال الليمون، عصير ديال الليمون. البرتقال هو اللي ضفتو للسفرجل، كيجينا السفرجل لذيذ 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 بزاف منين كنضيفوا ليه يعني هذيك المريقه ديال اللي كتكون عندنا في الكوكوط ديال اللحم، وكنضيفوا ليه الليمون. وكما قلت لكم بالنسبه للحلاوه انا ما كنكثرش فيه الحلاوه، كيعجبني يعني ما يكونش كتير فيه سنيده. وغادي نخليه حتى كيتعسل ليا مزيان كيف ما كتلاحظوا. عاد غادي نطفي عليه، ما غاديش نخليه حتى ينشف، ولكن غادي نخلي ليه شويه من هاد المريقه ديالو، يعني هاد فين معسل غادي نضيفها من الفوق. هنايا كيف ما كتلاحظوا راه اللحم طايب مزيان، والمريقه راه يعني هي هذيك خاصه. صافي دابا هنا تقريبا كلشي واجد معايا، السفرجل طيب، اللحمه طيبه، المريقه هي هذيك. دابا غادي ندوز باش غادي نحط. صافي غادي نحط هذيك اللحمه قلت لكم راه طايبه مزيان. المذاق ديال السفرجل كيجي رائع رائع، ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه هذه. يعني ديروا ليه عصير ديال الليمون والمريقه ديال اللي كتكون عندنا في الكوكوط ديال اللحم، كيجي بنين وزوين. هنايا من بعد ما حطيت اللحمه حطيت المريقه غادي نقاد السفرجل. يعني كنبدلو كل مره كنديروا الخضره في شكل، يعني الوقيته ديال السفرجل كنديروا السفرجل، الوقيته ديال الخرشف نديروا الخرشف. كل موسم كنديروا الخضره ديالو. تقدروا ديروا عاوتاني ديروا معاه الزبيب، تعسلوا الزبيب وديروه حتى هو كيجي زوين، المذاق ديالو كيتواتى مع المذاق ديال السفرجل. صافي انا حطيت السفرجل كامل. غادي ناخذ دابا هذيك المريقه اللي درت فيها السفرجل، يعني اللي عسلت فيها السفرجل، هي اللي غادي نضيف من الفوق. هي هذه، انا ما خليتهاش يعني تتشرب بزاف، خليت هذاك الشويه ودرتو من الفوق. كيجي المذاق ديال الليمون والمذاق ديال السفرجل والمذاق ديال يعني هذاك الحلاوه كيجي رائع. وديك المريقه اللي كتكون حتى هي تيجي زوين. صافي وهنايا راه زينت بشويه ديال الزنجلان.
الزنجلان كيجي مع اي حاجه يعني تيكون فيها كيا الحلاوه كيجي معاه زوين، البرقوق ولا السفرجل ولا. ايوا حتى لهنا هذا هو الطبق اللي درت اليوم. هذه هي الغديوه اللي وجدت معكم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم. حتى لهنا غادي نقول لكم مع السلامه. شكرا لكم على التعليق الزوينه، شكرا لكم على المشاهده ديالكم، على اللايكات. شكرا لكم بزاف، ومرحبا بكم مره اخرى في قناه عالم بديعه للطبخ والوصفات.